أهلا بيكم في قصة جديدة من قصص الرعب مع أمل. يلا نبدأ. السلام عليكم. الجزء الثامن من الوارث. من ساعة ما بدأت أفك الطلاسم القضية اللي أنا واقع فيها وأنا حاسس إن في حاجة غلط، حاجة مش راكبة على بعضها. كل الدلائل بتقول اللي بيحصل ليا مش مجرد لعنة عادية، لا، ده تخطيط محكم. كل خطوة بخطيها بتأكد لي ان الموضوع اكبر من مجرد ورث، وان في حد مش عايزني اوصل للحقيقة. النهاردة لقيت ورقة قديمة مرسومة، واحدة من كتب جدي. الورقة كانت مكتوبة بخط ايدي وبتحكي عن عهد اتكتب بينه وبين واحد اسمه سيد الغياهب. الاسم لوحده بيخوف، لكن الأغرب إن جدي كان بيحكي عن تضحية حصلت عن دم وعن شيء غامض لازم يفضل مستخبي. أنا مش فاهم كل حاجة، بس اللي متأكد منه إن سيد الغياهب ده مجرد اسم، ده كيان بيراقبني. الليلة دي وأنا نايم حسيت بحاجة بتتحرك في الأوضة، حاجة تقيلة أنفاسها سخنة على رقبتي. كنت متأكد إني قافل الباب، بس لما فتحت عيني لقيته مفتوح على آخره. دلوقتي أنا لازم أعرف الحقيقة، لازم أواجهه اللي مستنيني، لأن الهروب مش هيكون حل، وأنا مش هسمح لحد يتحكم في مصيري حتى لو كان الشيطان نفسه. في نهاية القصة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وتابعوني واستنوا كل جديد مني في قصص رعب. اكتبوا لي في التعليقات اللي استفدتوه، واي حد عنده قصة عنده حكاية ممكن يبعتها لي وانا اعمل له حلقة خاصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.